في حاجات في الدنيا دي مش محتاجة تفسير، بتحصل كده فجأة بشكل ملوش أي منطق غير إنها رسالة من ربنا. زي إنك تصحى من غير منبه قبل الفجر بدقيقة، أو تحس براحة غريبة بعد ما تفضفض في دعائك وانت ساجد، أو تلاقي باب كان مقفول قدامك بيتفتح بطريقة عمرك ما كنت تتوقعها. الحاجات دي اسمها كرم من ربنا، استجابة لدعوة صادقة، معجزة بتحصل في وقت محدش شايفك فيه غيره سبحانه وتعالى. الوقت ده بقى هو وقت قيام الليل. النهاردة هنتكلم عن وقت قيام الليل، وايه هي فوائد قيام الليل، وايه السر في قيام الليل. طيب، ليه قيام الليل بالذات؟ ليه مش الضحى؟ ليه مش اي وقت تاني؟ السر ببساطة ان الليل هو الوقت اللي كل الناس نايمة فيه، كل الاصوات سكتت، مفيش دوشة، مفيش شغل، مفيش موبايلات، في انت وربنا وبس. وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. يعني ده أقرب وقت انت بتكون موجود فيه ربنا، كل حاجة ساكتة، انت وقاعد انت وربنا وبس. يعني اللحظة اللي تكون فيها ساجد في آخر الليل هي لحظة ممكن تغير حياتك. طب والدليل؟ تعالوا نسمع شوية عن أسرار قيام الليل. الحقيقة ان الناس فاكرة ان قيام الليل صلاة. هو قيام الليل مش مجرد صلاة. ناس كتير فاكرة ان قيام الليل يعني انك تصلي 11 ركعة زي ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيعمل، وده طبعا عظيم جدا. لكن الحقيقة ان قيام الليل مش بس صلاة. اي حاجة تعملها في الوقت ده بينك وبين ربنا بتكون قيام ليل. زي ايه مثلا؟ يعني لو مسكت المصحف وقريت ايتين ده قيام ليل. لو فضلت تستغفر وتقول يا رب بدموع ده برضو قيام ليل. لو قعدت تتأمل في السماء والكون وتفكر في نعم ربنا وقدرته وعظمته ده برضو قيام ليل. قيام الليل مش متوقف على عدد الركعات، لكن على صدق اللحظة اللي بتعيشها مع ربك، إحساسك فعلا وقتها، وطريقة كلامك وفضفضتك لربنا. ناس كتير بتبقى فاكرة ان احنا عشان ندعي ربنا او نتكلم مع ربنا لازم بقى نتكلم باللغة بقى شديدة المثالية، وكلام لغة عربية فصحى وكل الكلام ده، لكن ده مش صح. ربنا يعني احسن حاجة ان انت تقعد تفضفض مع ربنا كأنك بتفضفض يعني لحد قريب منك قوي، من غير بقى جعلصة في الكلام. قول بس تطلع كل اللي في قلبك، وقول كل اللي في قلبك من غير تفكير. فضفض له، قول له يا رب انا حصل كده، ده زعلني، يا رب انا نفسي في كذا، عايزة كذا، كل الحاجات دي. وفضفضتك مع ربنا دي عمرها ابدا ما بتروح هباء. في حاجات كمان مع الوقت، مع التزام، يعني مع انتظامك في قيام الليل، بنلاحظ ان احيانا يكون نفسك من جواك في حاجة، يعني انت جواك في دعوة انت نفسك فيها او حاجة نفسك فيها، بس انت ما دعيتش، يعني ما حركتش بقك وقلت يا رب انا عايز كذا، او يا رب يسر كذا. هي بس جواك، بس انت مطلعتهاش، وفجأة تلاقيها حصلت. طب يا رب انا ما دعيتش. قيام الليل بقى بيوصلك للمرحلة دي، ان اي حاجة نفسك تتمناها بس بينك وبين نفسك تحصل، لانك قريب جدا من ربنا، بتجيله في وقت مش زحمة. وقت مش اي حد بيقرر ان هو يسيب نومه ويسيب راحته ويسيب الدفا والسرير ويقوم يفضفض مع ربنا ويتكلم معاه ويدعي ويصلي ركعتين. قيام الليل بالمناسبة ممكن زي ما قلنا يبقى احنا نقرأ مصحف، نمسك المصحف نقرأ مثلا ايتين من المصحف، او نقعد نستغفر شوية بإحساس، مش مجرد استغفر الله استغفر الله كده من غير إحساس، لأ، تكون استغفار بإحساس فعلا وتوبة صادقة. او ان احنا ممكن نصلي ركعتين قيام وندعي فيهم بكل اللي احنا نفسنا فيه، نطلب من ربنا السماح وغفران الذنوب وغيره. قيام الليل هو بيساوي تحقيق المستحيل. في ناس بقى بتقول انا بدعي ومفيش حاجة بتتغير، لكن الفرق بين الدعاء العادي والدعاء في قيام الليل كبير، لان قيام الليل هو الوقت اللي ربنا بينادي فيه بنفسه وبيقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فاعطيه. انت بس يعني مجرد تخيل اصلا الموضوع ان ربنا اصلا هو بيبقى قاعد مستنيك تقوله دعوتك، قاعد مستنيك
تقول له سؤلك ايه هو، قاعد مستنيك تستغفره فيغفر لك. يعني مش بس انك بتدعي، لا دي لحظة ربنا بينادي عليك فيها وبيسألك بنفسك، بيسألك بنفسه انت محتاج ايه، نفسك في ايه. يعني لو عندك مشكلة، لو عندك حلم نفسك يتحقق، لو بتدور على هدوء وسكينة، جرب ركعتين قبل الفجر وجرب تدعي من قلبك وشوف بنفسك المعجزة وهي بتحصل. لو جربنا الموضوع ده على الأقل لمدة أسبوع بس، هنكتشف إن قيام الليل بقى أحلى وقت في اليوم كله، وإن حياتك بقت أهدى وأنقى بكتير. طب إيه أفضل وقت إن إحنا نقدر نصلي في قيام الليل؟ أفضل وقت هو الثلث الأخير من الليل، يعني بعد الساعة 12 بحب. ده الوقت اللي ربنا بيتنزل فيه وبينادي: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يعني ده أفضل وقت تروح تقعد فيه مع ربك وتفضفض له وتطلب منه وتتذلله. حرفيا احنا محتاجين نتذلل لربنا بمعنى الكلمة، لأنه يعني احنا بعيد جدا. زي دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني أنا كنت من الظالمين، أنا عاصي، أنا كل حاجة غلط، بس أنا جاي لك يا رب. يعني ثقتي فيك وأملي فيك كبير وظني فيك كويس إن أنت هتغفر لي وتستجيب لي وتهديني. هدي لوحدها طبعا كبيرة جدا، وده رزق على فكرة. يعني أنا مؤمنة إن قيام الليل ده رزق. لو في حد ملتزم على قيام الليل او قعد فترة ملتزم عليه، فحرفيا ده كان رزق. وانا عن نفسي لما الفترة اللي كنت ملتزمة بيها كنت في حتة تانية جدا نفسيا وفي حياتي وفي كل حاجة. اي حاجة كانت بتيجي في نفسي ان انا بس نفسي في كذا، حرفيا كانت بتحصل، من ابسط حاجة لاكبر حاجة. في النهاية قيام الليل مش بس عبادة، قيام الليل هو السر اللي بيخلي حياتك خفيفة، قلبك مطمن، مستقبلك مفتوح لكل خير. لو عجبك الكلام ده جرب النهاردة تقوم، ولو ركعة واحدة يفضل ركعتين يعني. لو حسيت بأي تغيير ولو بسيط ارجع احكي لنا في التعليقات، يمكن دي تكون بداية معجزة جديدة في حياتك وفي حياة غيرك. شكرا ليكم. بودكاست بنوتة.